مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيامنا الحلوة. مبسوطين قوي من ردود فعل حضراتكم على الحلقة الأولى للبرنامج اللي كانت بعنوان كلمة الحق. يا رب دايما موضوعات البرنامج تعجبكم. معاكم أميرة غزال وأحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان وحشتني يا شات جي بي تي. أعزائي المستمعين، قبل ما أشوف شات جي بي تي اللي وحش أميرة ده، حابب أعرف حضراتكم إيه هو شات جي بي تي. طبعا للي ما يعرفوش، ده تطبيق بينزل على الموبايل زي أي تطبيق، تقدر من خلاله تسأل التطبيق أي أسئلة في أي مجال ويجاوب عليك. هو شبه البحث عن طريق جوجل شوية، لكنه في صورة شات بينك وبين ذكاء اصطناعي. أحب أسمع منك بقى يا أميرة، إيه حكاية شات جي بي تي اللي وحشك ده؟ والله يا أحمد ولا حكاية ولا حاجة، هو طبعا مش وحشني، بس أنا اتكلمت بلسان ناس كتير دلوقتي بيتعاملوا مع التطبيق بشكل غلط. إزاي يا أميرة بيتعاملوا معاه غلط؟ ممكن توضحي أكتر للمستمعين؟ أكيد طبعا يا أحمد، دلوقتي في ناس بقوا بيتعاملوا مع التطبيق على إنه إنسان عنده إحساس وبيتفاعل معاه. ده طبعا عشان اللي عاملين التطبيق كان عندهم من الذكاء إن هم يغذوه بعبارات كتير فيها ود وحنان ودعم عشان يكون جاذب بصورة أكبر. بدأوا بقى الناس يحكوا أسرار حياتهم وتفاصيل شخصية كتير عنهم. طيب تعرف، أنا سمعت إن في واحدة رفضت الجواز عشان في حالة تعلق بالتطبيق ومرتاحة قوي معاه عشان بيعاملها بمنتهى الحنان وبيسمع لها وبيحل كل مشاكلها. الله الله، إزاي ده؟ هو في كده بجد؟ المشكلة بقى إن البنت دي وكل اللي زيها مش عارفين إن كل اللي بيقولوه ويحكوه متسجل ومتخزن، ممكن أصلا ده يكون خطر كبير عليهم وهم مش حاسين. أنا معاكي في الجزئية دي يا أميرة، وده فعلا خطر كبير عليهم. بس مش عارف، هو الناس من كتر الوحدة اللي بيعيشوا فيها بقوا حاسين إن هم محتاجين ونس حتى لو كان ذكاء اصطناعي؟ وارد طبعا يا أحمد. قولي بقى، أنت بتستخدم شات جي بي تي؟ طبعا بستخدمه، يعني بس بحرص. بستخدمه في شغلي، انا كمهندس اتصالات استفدت منه كتير قوي في حلول بعض المشكلات الفنية وغير الفنية. استخدمته كمان في عمل جدول للتمارين الرياضية، وعلى فكرة فرق معايا جدا. أنا كمان قلت أجرب واستخدمه، بصراحة ساعدني قوي في شغلي. أنا كمدرسة ألماني ولايف كوتش أنجز لي حاجات كتير كنت باخد فيها وقت عشان ألاقيها في جوجل. الميزة بقى فيه إنه بيفضل معايا لحد ما يتأكد إني وصلت للمطلوب. استخدمته كمان في عمل برنامج غذائي صحي، وبصراحة فرق معايا برضه. والله يا أميرة، كل اختراع جديد في حياتنا ليه جوانب إيجابية وجوانب سلبية، ولازم إحنا كمان نفكر كويس وناخد منه الإيجابي ونبعد عن السلبي. يعني مثلا ما ينفعش تخليه يكتب لك علاج لأي مرض، لازم تراجع الطبيب بتاعك وتسأل وتتأكد، لأن دي صحتك. ما ينفعش كده تهمل فيها وتمشي ورا كلام التطبيق ويحصل لك لا قدر الله ضرر كبير. طيب والله فكرتني بحاجة مضحكة قوي، استنى ما احكيها لك انت والسادة المستمعين. يا ريت يا أميرة والله. الست اللي بتيجي تساعدني في البيت بتقول لي ابني تعبان بقاله يومين. قلت لها ايه ده؟ سلامته ألف سلامة. عنده ايه؟ طيب هسألك دكتورة صاحبتي. قالت لي لا، ما احنا سألنا شات جي بي تي ووصف لي العلاج خلاص، وكمان الأسبوع اللي فات اداله علاج لوجع سنان. ده الواد بيذاكر ويحل الأسئلة معاه. قلت لها يا سلام. قالت لي أمال ربنا يخلي لنا شات جي بي تي ويعلي مراتبه يا رب. والله ما قصرت يا شات جي بي تي. الست بجد ما عندهاش. انا مش مصدق بجد، ده فعلا يا أميرة حصل. ده انا عندي كمان واحد صاحبي، انت فكرتيني بنفس الفكرة دي، قعد يتكلم ويحكي أسراره وعيوبه وكل تفاصيل حياته فترة طويلة مع شات جي بي تي، لحد مرة كده من المرات شات جي بي تي قعد يذكر له بعض من عيوبه والحاجات السلبية اللي هو كان بيحكيها له، اللي هو فعلا ما كانش حابب يسمعها تاني، وده طبعا أثر عليه نفسيا. يعني اللي أنا عايز أقوله بس يا أميرة، إن لازم تكون في توعية مستمرة،
ونفهم الناس إيجابيات وسلبيات التطبيق. يعني في ناس كتير بيتعاملوا بحسن نية وطيبة ساعات، وللأسف بتوصل للسذاجة يعني. معاك حق طبعا يا أحمد. أنا عايزة أضيف على كلامك إن التوعية فعلا شيء ضروري ومهم. مش لازم تحصل المصيبة والكارثة الأول عشان نتحرك ونتفاعل، لازم نكون سابقين دايما بخطوة. إحنا اختلفنا عن زمان خالص في التطور التكنولوجي ده، المفروض يساعدنا في حياتنا مش يأثر علينا بالسلب. أنا بقول كمان إننا نجرب كل حاجة جديدة، بس لازم يكون عندنا الحرص وإحنا بنجرب. لازم كمان يكون عندنا الاعتدال في استخدام كل حاجة وأي حاجة. أنا فعلا موافقك في الكلام ده، وعايز برضه أضيف كلام شوية يا أميرة بالنسبة للموضوع ده، إن المفروض ما نقفلش على نفسنا مع برامج وألعاب الموبايل والسوشيال ميديا، ونعيش منعزلين عن الحياة والناس في عالم افتراضي هيأثر أكيد علينا بالسلب. وكمان عايز أسأل سؤال مهم قوي، كل واحد بيتعامل مع التطبيق على إنه هو صاحبه. لو أنت لا قدر الله النهاردة قلت للتطبيق إن أنت عندك برد، تفتكر إن هو بكرة من نفسه هيبعت لك ويطمن عليك ويقول لك أخبار صحتك إيه؟ أكيد لأ طبعا. وده بيثبت إن هو ذكاء اصطناعي وشيء وهمي، وإحنا بنتعامل معاه على إنه بني آدم حقيقي. مش كده ولا إيه؟ عزيزي المستمع، انت بقى لو بيوحشك شات جي بي تي اكتب لنا في الكومنتات. وانتوا كمان لو بتستخدموا التطبيق مستنيين تعليقاتكم اكيد عشان نعرف منكم استفدتوا من التطبيق في ايه. ويا رب نشوفكم دايما على كل خير في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أيامنا الحلوة. ولو عاوزين تتابعوا حلقاتنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم أميرة واحمد.